راح يدرس في دولة خارجية، وصل هناك وبيني وبينه مزح، نشروا في التواصل ان الرجال خطب من هناك، اعجبته واحدة شقرة وكذا وانه خطب. انا بيني وبينه مزح وكذا، ارسل له قصيدة اقول فيها يا ولد الابطال يا نسل الكرامي، يا ولد الابطال يا نسل الكرامي، يا ولد اللهم صل وسلم عليك، ذي لهم في العز رايه مستقيمة، حيث حليته يقولوا سوق حامي وانت بعت القبيله من غير قيمه. اشهد انه صدق لا صح الكلام، الا انت بتخطب من الناس العديمه، العديمه من نسبها والاسامي، والفتاه الذيب يتخير لزيمه، والولد للخال ما هو العمامي. اشهد ان العاقبه منهم وخيمه، قد نصحتك بس ما تسمع كلامي، نصح من صاحب ونياته سليمه. قلت لك من عند عالين المقام جنبي صيفاني حجنا قديمه، حيث من طرف يقول ارحب سلامي، والكرم ينسب لهم عزه وشيمه، والجرام القوت تعطف الحزام يندبه يصبح يشرق بخصيمه، والوفاء نتوارثه في كل زامي في بلد مهد الحضارات القديمه. وصلت عنده وجوب بلسانه وقلبه، يقول هو مرحبا شاعر قصدنا بالملامي، بس يتقيشم ولا هو شيء غشيمه، كل ما قلنا تعدل واستقام يرجع التلام يتلم في تليمه. وايش ساقك تشتم الشعب الكرامي، ما احترمت الشعب ذي ماشي يضيمه، بالكرم يشهد لهم تركي وشامي، والشجاعه قد لهم قصه قديمه، بالكرم يشهد لهم تركي وشامي، والشجاعه قد لهم قصه قديمه. لو تشوف الوضع هنا الانسجامي اخذت لك من طارف البستان ليمه، لو تشوف عيونهم مثل السهامي، الجمال اللي يوصفي الله يديمه، والتطور والرقي حتى لسامي، كبنا من صالحه ولا حليم. كان كل شيء لهم زين، حتى اساميهم لم اسامي